هذه قصه اخرى ديال الاستغلال. الاخت كتقول لنا كانت عايشه في عائله عاديه فيها اب وام واخوه، الحمد لله، اللي قرا اللي مشى على برا يخدم، المهم عائله زوينه. هاد الاخت هذه هي الكبيره ولكن ما قراتش لان الام ديالها مرضت في واحد السن مبكره، لان لدرجه انها ماتت مسكينه على 53 عام. عانت بزاف على المرض، فكانت هي هاد الاخت هذه هي اللي كانت ضحات براسها ما تقراش باش تخرج توقف على دارهم، دير الميناج، تقابل خوتها، لان الام ديالها كانت غاده خارجه للسبيطار. فشاءت الاقدار ان واخا باها ما كانش مريض مات قبل من الام ديالها. هي تزوجات، انا يعني كتقول لي تزوجات وجات لاسبانيا، والاخت ديالهم اللي هي الصغيره هي اللي بقات مع الام ديالها. بقات، فالاخوت كلهم كانوا كيصيفطوا، كل واحد ما كانوش كيتفقوا مثلا، كل واحد وكيصيفط، وكانوا كيصيفطوا مبالغ يعني مهمه. السيده كانت عايشه مزيان لدرجه انها جاب لها ربي ولد الناس، ولكن بغات تمشي تسكن معاه، قالت لي بغيتي تجي مره بغيتي تسكن معايا، المهم انا ما نفرقش الام ديالي. فكنا كنصيفطوا لها كلنا. ولدت بنيته مع السيد. شاءت الاقدار ان الام ديالي غتوفى. ففاش توفات الامور تبدلات، لان فاش كتكون الام ديالك هذيك واجبه عليك، كتحيديها منك وكتعطيها ليها. فمسكينه كتقول لي نعمر السيكان ونصيفط، وشحال من مره ما كنشريش لراسي الحاجه وكنشري ليهم، ماشي شحال، قالت لي بزاف ديال المرات ما كناخذش انا الحاجه وكنصيفط لهم، غير نصيفط. ما كبرت حتى شي حد. خويا بغى يحرق، قال لك بغى 2 مليون عطيتهم ليه، اللي بغى شي حاجه وهي ما كانتش خدامه حتى كبروا ليها الوليدات، عادت كتخدم غير طون بارسيل، غير شويه، وهذاك الفليسات اللي كانت كتربح مسكينه ما كانتش كتعاون بهم في الدار. فما خلات راجلها يدير والو، داكشي اللي كيربح وداكشي اللي كتربح هي غير في دارهم. راجلها الله يعمرها دار. عندها وليداتها اللي قراو، عندها بنيتها الكبيره مسكينه تبارك الله كتقرا في لافاك، غتولي ان شاء الله انجينيور انفورماتيك. والمسكينه هذيك اللي كتبرد عليها كتقول لي كنفتخر بها. فهاد الاخت هذه من بعد الوفاه ديال الام ديالهم ما بقاوش كيصيفطوا ليها بزاف، يعني داك سيرتو هاد الاخت هذه، الاخرين بوتيتر كيصيفطوا لها، مي هذه ما بقاش كتصيفط ليها. فبدات تقطع كلامها، تعمر على خوتها، لدرجه ان واحد المره قالت لي يا بنتي تبارك الله كتقرا مزيان، وتيعطيوها لي بوكس شاك فوا يعطيوها لانها كتجي الاولى. فجمعات واحد شويه الفلوس وكان عندها البيرمي، وانا كانوا عندي شويه فلوس وشريت لها طوموبيل، وقلت لها بنتي نشري طوموبيل اللي تليق بك كمهندسه. فاخدينا واحد الطوموبيل، هبطنا بها للمغرب. فاش هبطنا بها للمغرب ما تسمعوا يسحب لكم غاليه بزاف ولا يعني مزيانه. فهبطوا للمغرب. فاش مشات سولت الناس وقالت لهم كتقول ما كتصيفطش ليا ما عندهاش، وما لها شاريه لبنتها الطوموبيل. فكيبداو، انا قلتها لكم شحال من مره، كيبداو يتحاسبوا معاكم على زقكم. اختي انت مزوجه والسيده مزوجه، وقالت لي راجلها عنده تاكسي، كنتي مقابله الام ديالك عندك بنيته وحده، دابا ملي الام ديالك ما توفات نوضي خدمي على راسك. السيده مسكينه اللي عندها 3 وليدات تنوض تخدم وكتخدم في خدامي اللي انت ما تقدريش واقيلا ديرهم، كدير الميناج ودير بزاف د الحوايج كنتي ما تقدريش ديري هاد الحوايج هذا. فعلاش كطمعوا في الناس؟ علاش من بعد هاد المسيره عرفتي اقسم بالله وتشوفوا الحاله. انا قلت لي بزاف ديال لي ديتاي ما يعني ما نقدرش نعاودهم بزاف. وهاد السيده راه مريضه، راني خايفه عليها وحق الله. كتبكي كترعد. راه كنت في واحد البلاصه كنت مع ولدي كيلعب وتقطع لينا الاتصال، ولكن حتى الاخر لان ما كانش عندي الريزو ولا ما عرفتش ما عندهاش، كتسمعني ما كنسمعهاش، كنسمع فتقطع. فمسكينه تقريبا شي ساعه وانا كنهضر معاها. شنو نقول لكم، محطمه كتبكي كتقول لي ما عرفتش شنو درت ليها. ما جزاء الاحسان الا الاحسان. كتقول لك عطيت ولقيت راسي مبلوكيه. ف العائلات ديالنا في المغرب ردوا البلد الحوايج والله تعاقبوا عليهم. انا كنقول لكم دموع هاد السيده هذه اللي سمعت في التليفون، راه السيده داخله في ديبرسيون واعره بزاف. وقلت لها مسكينه باش تعرفوا، شوفوا الناس، قلت لها سيري عند بسيكولوج. قالت لها مشيت بغيت نمشي عند بسيكولوج ولكن خفت يديو لي بنيتي عندها بنت عندها ديجون صغيره. قلت لها لا سيري عند بريفي. قالت لي ما عنديش الامكانيه باش نمشي عند البريفي، يعني واحد مسكين ما عندوش فلوس حتى باش يداوي راسو، وواحد اخر مقلق عليه علاش ما كيعطيش فلوس. سبحان الله.